1/7 ورغم ان حصل قلق كم مره نشتغل نوقف الشغل، لكن الحمد لله الشغل شغال وفتره الاعداد ماشيه بجانب فتره الاعداد البدني. زي ما انت شايف حضرتك شيلنا السور القديم لانه كان واطي شويه بعد الاحداث اللي كانت حصلت وقال مطلوب اسوار جديده وكده. وزي ما حضرتك شايف الحمد لله تم عمل سور في احسن حال، وشايف الملعب اهو يستضيف فرق في الدوري الممتاز، والحمد لله احنا مرتاحين نفسيا ومرتاحين ان لو جه اي جهه في مصر تعايد الملعب هتقرر عليه ان شاء الله المباريات، لان لسه لغايه النهارده مديريه امن دمياط ما عينتش الملعب، وانا متاكد بعد ما عينت الملعب هيبقى هنا المباريات. حتى كانوا قالوا ان ممكن الخلية تلعب هنا ودمياط تلعب هنا، فيعني ده امر يتنظر ولو في للمصلحه ما هنوافق ان شاء الله. كان السنه اللي فاتت كنا بنرتب ان احنا نفضل في الممتاز به 2 3 سنين، لكن الحمد لله السنه دي جبنا مدير فني على مستوى عالي كابتن المحجوب ومعاه جهاز كويس، وبرضه الفتره اللي فاتت قدرنا ان احنا نعمل شويه استقرار زي ما قلت لحضرتك بالحاجات اللي عملناها في النادي، وان شاء الله املنا في الله كبير ان احنا هنبقى في المنافسه السنه دي وعلى امل الصعود باذن الله. احنا لما طبعا القلق اللي كان حصل وقال لك الملاعب لازم تؤمن، فاحنا كان عندنا المدرج ده ناقص كملناه، وطبعا رفعنا السور واحنا لاعبين السنه اللي فاتت هنا الدور الاولاني كله ما فيش اي مشاكل، ما فيش حاجه حصلت الحمد لله، ختمين 7 في المجموعه وما فيش اي مشكله طلعت عندنا خالص وكله تمام. طلبوا مننا بس رفع السور شويه رفعناه وخلصنا كل حاجه، والحاجه اللي مطلوبه مننا بننفذها عشان برضو احنا مركز شباب ضعيف ما راحش اجر ملعب. وانا عندي الارض وعندي ملعبي وعندي كل حاجه وعندي نزل شباب فوق، عندي جميع كل امكانيات الفرقه اللي بتلعب في ممتاز. احنا في مجموعه كويسه، مجموعه كلها شركات ما فيش فيها مشاكل، ما فيش فيها جمهور، كل حاجه سهله، بس احنا نبدا بس وربنا يسهل. وانا هقول لك حاجه، خلينا انا بدات في 100 الخول وحصل عندي مشكله، انقلهم تشتكوا كلها بره.